اهلا وسهلا بكم. احمد العبد معاكم من العقاري والاستثمار. لو بتشتري قطعه ارض او وحده سكنيه او اي عقار سكني في مدينه السادس من اكتوبر وعايز تطمن على اصول ومستندات الاوراق، كل عقار له تفاصيل على حسب المنطقه اللي موجود فيها العقار من ناحيه قانونيه الورق والاوراق المستندات اللي موجوده. في ناس بتكلمنا كتير بتبقى عايزه تطمن ان الورق كده كامل، الورق كده مظبوط. طبعا هنتكلم النهارده عن الاراضي السكنيه بشكل عام. الأراضي السكنية علشان بتشرف عليها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة السادس من أكتوبر، ليها ثوابت في مستندات الأوراق. ولكم إمتى تشتري وإمتى ما تشتريش. هتشتري لما تلاقي أصول كامل الأوراق في قطعة الأرض موجودة بدون صورة طبق الأصل أو أوراق مفقودة. ثوابت الورق عبارة عن رقم واحد محضر التسليم قطعة الأرض السكنية بيبقى مختوم بختم الجهاز. الحاجة التانية ممكن جواب التخصيص، واحيانا جواب التخصيص ده بيبقى بيروح عن طريق البريد، فاحيانا بتلاقيه واحيانا مش بيبقى موجود لان موظف البريد ما بيستدلش على العنوان فممكن ما يوصلش. فعايز اقول ان جواب التخصيص احيانا بيبقى موجود واحيانا مش موجود. الثوابت زي محضر الاستلام. طبعا ايصالات الدفع اللي خاصه بال 25% في اي ارض سكنيه نزلت من تاريخ 2007، زي السياحيه الف والسياحيه ب او الشمالات حي 300 في مدينه السادس من اكتوبر، بيبقى فيه ايصال مدفوعات 10%. 2012 بيبقى مدفوعات 25%، فبتلاقي ايصال من بنك الاسكان والتعمير مكتوب فيه القيمه المدفوعه. الايصال لازم يكون اصل الايصال، لان الايصال ده ما بيطلعش منه طبعا بدل فائد، فما تشتريش من غير الايصالات دي. ايصالات السداد طبعا لو في الارض خلصت الاقساط بتكون في 4 ايصالات. الاربع ايصالات دول بيكونوا خاصين بكل المستحقات اللي على قطعه الارض. طبعا لو الارض قديمه فاكيد بيكون لها رخصه بناء، فلازم تكون اصل الرخصه بتاعه المباني موجوده. لو الارض طبعا فيها توكيل او توكيلين طبعا بتراجع كويس قوي على تسلسل التوكيلات. صيغ التوكيلات يا جماعة مهمة جدا 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 في التعامل بعد كده مع الجهاز أو مع أي مصلحة خاصة بالعقار نفسه، زي شركات المية أو الكهرباء أو الصرف أو التليفون. فأنت بتراجع كل اللي مكتوب في الصيغة بتاعة التوكيل. لازم يكون التوكيل مكتوب فيه في البداية، لو توكيل بيع طبعا بيكون مكتوب فيه التنازل للنفس وللغير في العقار رقم كذا او الارض رقم كذا، وما سيقام عليها من مباني. لازم تكون الكلمات دي موجوده علشان بيدي لك فرصه ان انت تعرف تبيع وحده في العقار نفسه. لازم يكون في مكتوب طبعا التنازل للنفس وللغير، والتعامل مع الميه والتعامل مع الكهرباء والتعامل مع الصرف والتعامل مع الجهات الحكوميه والغير حكوميه. ويا ريت تضيف في التوكيل الحق في دفع الثمن او في تقييم الثمن وقبض الثمن. ده موضوع مهم برضو في التوكيل في الصياغه. ولازم تضيف تعامل الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه علشان تصاريح الحفر وتراخيص الحفر. فلو بتشتري في قطعة أرض وعايز تراجع أو عايز تطمن على أصول ومستندات الأوراق بتاعتك أو عقار سكني، ممكن تكلم فريق مبيعات العقاري للاستثمار، هيقدر يقول لك الورق سليم أو الورق كامل ولا لأ. وده للعلم طبعا علشان في عملاء كتير بتكلمنا بيشتري في حاجة من حد قبله أو ما بقاش مطمن على الورق، او بيشتري وبعد كده بعد ما بيعمل التوكيلات بيكتشف ان التوكيل بتاعه ناقص او في ورقه ناقصه بتعوق التعامل مع الجهاز او التعامل مع اي جهه. فطبعا بيضطر ان هو يدور على الملك اللي اشترى منه الاول، فالموضوع بيكون مجهد طبعا ومقلق شويه. لو احتجتوا اي استفسارات او اي اسئله او عايز تطمن عن اي حاجه سواء في العقار اللي بتشتريه او في الورق اللي انت بتراجع عليه، كلم العقاري الاستثمار او زوروا مقرنا في الشركه في مدينه السادس من اكتوبر. شكرا. كان احمد العبد معاكم من العقاري الاستثمار.